السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على الحبيب المصطفى. اليوم رانا جبنا لكم طبق شهي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم ونال رضاكم يا رب العالمين. طبق الطبق كما يقولوا طبق رمضان دوزيام بلا درناه اليوم في الفطور تاعنا، طبق البرانية. نتمنى ان شاء الله يعجبكم ونال رضاكم يا رب العالمين. طبق خفيف ظريف، مكوناته بسيطة، يعني بمرسو تاع كما يقولوا كويس تاع دجاج تقدري طيب الطبق هذا. وجا ما شاء الله تبارك الرحمن، جا يعني كمية تاعو جات كبيرة، ربي يبارك، كمية تاعو اقتصادية. نتمنى ان شاء الله تجربوها. كما قلت لكم والبنة تاعو يعني ما تحكيش، يعني درته قبل ما نصوره في القناة، ودرته دركا راهو ربي يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن. نتمنى ان شاء الله تجربوه، راهو بكويس والله. مرصو تاع الدجاج هكا تقدري طيبي هذا الطبق واقتصادي، وديري حوالي رطل تاع البطاطا يكفيك. انا دوك جبت هذا هما المكونات تاعي، جبت حوالي رطل تاع بطاطا، جبت كويس، جبت طرف تاع زيتون، يعني ماشي بزاف بزاف. نحطو داك الكويس تاع الدجاج في لاكوكوط. انا نحيلو الجلد تاعو، لاخاطر الجلد هذا كيطلق لي دام بزاف، وبعض الناس يحبوا يديروه بالجلد تاعو. هو من الاحسن كي باش تحمريه لازم يكون بالجلد تاعو، بصح انايا نخاف في لاصوص تاعو تجيني ميدمه بزاف. هنا نحطو له مغرفه تاع الزيت هكذا، ونشعلو عليه النار. نزيدو له كيما نقولوا البصل، كنديروا البصل، ويعني والله غير في متناول الجميع. الطبق هذا في متناول الجميع، يعني أي إنسان يقدر يديره. مكوناته بسيطة، مكوناته موجودة في كل دار. هنا زدنا له داك الراس تاع بصل كنا قطعناه من قبل، يعني ما تكرفجيش. راس تاع البصل يولي لك سورتو كنا نحن نطيبو بالبصل الخضراء يولي مر. هنا درنا راس تاع بصل تاع الرباطي كيما يقولوا البصله تاع الربطه. كي تحمسي البصل مع الزيت ومع الدجاج تاعك راه يمد واحد الريحه واحد القوه ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا رانا نحركوا في الكويس تاعنا. ونتمنى حبيباتي اللي راكم تتبعوا فيا في القناه تاعي، واللي راكم تشوفوا فيا القناه تاعي كامل وتشوفوا الفيديوهات تاعي، اي حاجه راني نقبل النقد، والنقد البناء نحبه. وما نزعف حتى من وحده من خواتاتي كي تقول لي ديك الحاجه ما تجيش كيما هكذا، ولا الحاجه ديك ديريها كيما هكذا. ربي يعطيكم واش راكم متمنيين ان شاء الله. والانسان راهو كيما يقولوا بشر، ماهوش معصوم من الخطا. الا اخطات في كاش حاجه ماذا بيا تنوروني وتقولوا لي، ما كان حتى مشكل. ماذا بيا كيما نقولوا تعطوني الاراء تاعكم في التعليقات، راني ناخذ بالاراء تاعكم، ناخذ بالراي تاعكم، واش تقولوا لي ديري ديك الحاجه نديرها، تقولوا لي ديك الحاجه ممكن غلطه. انتم كل واحد والراي تاعو. هنا حبيباتي رانا زدنا حبه تاع الطوماطيش، حبه تاع الطوماطيش لازم تكرفجيها، ما ديريش الطوماطيش بزاف باش ما يجيكش قارص. رانا في رمضان ما نحبوش الحوايج الحامضين بزاف. هكذا حبيباتي، وتحمسي مليح. شبه هذا ما راح طاجين ابيض ما راح طاجين حمر، يعني بين وبين، يعني كديري له حبه تاع الطوماطيش تعطي له البنه وما يجيكش حمر بزاف وما يجيكش قارص. هكذا دوك هاي تشوفي هذيك الطوماطيش والبصل تذبلوا خلاص. احنا نمرقوه بالماء سخون، هكذا نمرقوه بالماء سخون مغلي كيما نقولوا ما مغلي، باش ما يبطاش ويطيب لك. ما تكثريش لاصوص بزاف. الزيتون تاعنا كيما قلت لكم رانا عطينا له غليه في الماء، درنا له شويه تاع السكر باش ما تجيناش المرقه تاعنا مالحه. وبعد نزيدو اللوح ولا الزيتون تاعنا يكمل في الطياب باش ما تجيش لاصوص تاعنا مالحه بزاف. نحطو عليها الغطاء راه يطيب. الزيتون تقدري تاكلي حتى ني عادي يا اخي، الزيتون ما كان والو. هنا هذا البطاطا تاعنا لازم نقطعوها شويه خشينه، نقطعوها خشينه ونقلوها في المقلاة، ومن بعد نزيدوها لهذيك لاصوص باش ما تذوبناش، يعني كي ديروها شويه خشينه ما تكسرناش وما تذوبناش، تجينا مليحه تشد لافورم تاعها. هكذا حبيباتي. ونتمنى ان شاء الله كما قلت لكم يعجبكم الفيديو هذا. ونتمنى ان شاء الله حبيباتي اللي شافت الفيديو تاعي هذا في وقت الفطور صح فطورها، واللي شافته في وقت السحور صح سحورها. ونتمنى لكم ان شاء الله تصوموا رمضان بالصحه والهنا يا رب العالمين. وواش راح نقول لكم حبيباتي، وصفاتي راهي بسيطه بسيطه لاقصى درجه. يعني ما نحبش كي ندير وصفه لازم الانسان يكلف روحه بزاف. هي كل انسان على حسب المستطاع تاعو، كل واحد على حسب مقدوراته وقدراته. يعني كل واحد ماذا به، واحد يدير كويس تاع دجاجه، واحد يدير كيما نقولوا دجاجه كامله، واحد يدير باللحم، كل واحد على حسب الامكانيات تاعو. هنا درنا لها رشه تاع ملح قليله، ما درناش بزاف الملح باش ما تجيناش لاصوص تاعنا كيما قلت لكم من الاول ما تجيناش مالحه.
ودركا نروحو نقليو البطاطا تاعنا واللاصوص تاعنا راه يطيب. نجرب انا كي نشوف الزيت الا سخن ما سخنش نزيد ندير لو حبه وحده، الا لقيت بدات تغلي نكمل البطاطا تاعي كامله. هكذا راه نكملوا في البطاطا تاعنا كامله، ونتمنى ان شاء الله اللي تشوف الفيديو تاعي دير لي جيم، تشير الفيديو باش يوصل لعدد كبير من المشاهدين. ماذا بيا ان شاء الله تكونوا تكملوا الفيديو تاعي من الاول للاخر. ربي يحفظكم ان شاء الله وربي ينوركم. هكذا حبيباتي، وان شاء الله راهي نصحتني واحد المتابعه ربي يحفظها ان شاء الله وربي يعطيها واش راه متمنيه. قالت لي الفيديوهات تاعك راهم طوال بزاف، ماذا بينا احنا نحبوا نشوفوا فيديوهات قصار. راني نقص شويه من الفيديوهات باش تعودوا يجوكم قصار ما يقلقوكمش. هكذا حبيباتي، وتستفيدوا من الوصفه. وراهي الناس كامل عاد ما تحبش تشوف الفيديوهات الطوال، راهي تمل من الفيديوهات الطوال. وهو يا الوصفه كما يقولوا لازمك تكمليها، بصح في بعض الاحيان اللي يجيني مقاطع تاع الفيديو يجوني معاودين، يجيني الفيديو تاعي طويل بزاف، سمحوا لي على الاخطاء هذا اللي راني نرتكب فيه بعض الاحيان. هكذا حبيباتي، ونتمنى ان شاء الله تتابعوا الفيديو تاعي لاخر دقيقه. وهكذا كما قلت لكم الطبق تاعنا راهو وجد، رانا استفنا البطاطا تاعنا في لاصوص. هكذا حبيباتي، تخليها تغلي شويه باش تطرى في وسط الصوص هذيك، ومن بعد نقدموها في صحن تقديم. هكذا حبيباتي، وراني ماذا بيا كما قلت لكم ما نطولش عليكم. هذه هي البرانيه تاعنا اللي طيبناه، وهذا الكويس تاعنا رانا حمرناه. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ونال رضاكم، وتعجبكم الوصفه ان شاء الله وتنال رضاكم. واسمحوا لي راني ندخل بيوتكم بدون استئذان. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاعي هذا، وبقوا على خير وصحه فطوركم حبيباتي. وكل عام وانتم الله اقرب ان شاء الله يا رب العالمين. وان شاء الله في فيديوهات قادمين ووصفات اخرى ان شاء الله يا رب العالمين نديرهم لكم وينالوا رضاكم. وما تبخلوش علينا بالجماد، ما تبخلوش علينا بجمجمو.